بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أقدم لكم فيه أن هناك عملا واحدا تقضي به جميع حوائجك وتنتصر فيه في جميع مزلاتك وتحقق فيه مع الله جميع مرضاتك. هذا العمل الذي تحقق فيه كل أحلامك، تحقق فيه كل ما تحب، سواء كان هذا العمل شيء في الدنيا أو مرتبة في الآخرة. والعمل الواحد الذي تقوم به الذي يحقق لك كل هذه الأحلام، وقد حدث مع أناس كثير، يعني ناس كثيرة جدا سلكت هذا المسلك وقد حقق الله لها أحلامها، وهو كان شخص لا يملك من العلم والشهادات إلا شهادة محو الأمية، وقد لا يملكها، فوسع الله عليه وكرمه وأعزه حتى وصل إلى أعلى الشهادات. قد وصل ربما إلى شهادة لصنص الحقوق، وذلك بفضل العمل الواحد الذي كان يعمله سأخبركم عنه. كثير من الناس يقول: أنت تكرر الكلام. أنا لا أكرر الكلام، ولكن أشوقك وأجعلك تحب أن تعرف ما هو هذا العمل. وأعرف إنسانا آخر كان إنسانا بسيط في شهادات صغيرة زي شهادة الدبلوم وهذه الشهادات الصغيرة. بهذا العمل الذي كان يعمله وصل إلى أستاذ جامعة. تخيل واحد في دبلوم ثانوية صناعية يصل لأستاذ جامعة بفضل هذا العمل الذي كان يعلمه. وهناك كثير من الفقراء والمحتاجين الذين كانوا لا يملكون بيوت ولا يملكون وظائف ولا يملكون شيئا قط، بفضل هذا العمل قد وسع الله عليهم، رزقهم بالوظيفة ورزقهم بالعمل ورزقهم ببيوت واسعة، وبدل ما كانت بيوت مبنية بالطوب اللبن أو الطين أصبحت بيوت مبنية بالمسلح. وهكذا. ما هو هذا العمل الذي تشتاق أن تعرفه؟ هو عمل بسيط جدا، هو أنك تحب الله ورسوله وتكثر من الصلاة على النبي. هو أنك تحب الله ورسوله وتكثر من الصلاة على النبي، وتجعل لك وردا بالليل والنهار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تجعل لك 1000 في الصلاة على النبي بالليل، وتجعل لك 1000 في الصلاة على النبي بالنهار، كما قال سيدنا أبي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر من الدعاء يا رسول الله، أي الذكر والاستغفار، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ قال: ما شئت يا أبي. قال: أجعل الربع. قال: فإن زدت فخير يا أبي. قال: أجعل النصف. قال: فإن زدت فخير يا أبي. قال: أجعل الثلثين. قال: فإن زدت فخير يا أبي. حتى قال سيدنا أبي رضي الله عنه: أجعل عملي كله في الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: تكفيك همك وتغفر ذنبك وتقضي حاجاتك يا أبي، وتقضي حاجاتك يا أبي، وكل ما تحتاجه. تقضي حاجاتك يا أبي، كل ما تحتاجه: وظيفة، عمل، رزق، بيت، صحة، حب الناس، رضا الله في الآخرة، رفع درجات، كل ما تحب تقضي حاجاتك يا أبي، وكل ما تحب
في فضل الصلاة على النبي، وأن تكررها في الصباح والمساء وتكثر منها في الصباح والمساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين وعلى آله وصحبه وسلم، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين، واجعلنا تحت لوائه يوم الدين. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.